ام علي قصة طبقنا اليوم. طبق هالقد بس قصته كتير كبيرة وفي وراها مشاكل كتير. هاي الأكلة مصرية وبيرجع تاريخها للقرن السابع هجري. هلا هذا الطبق بداية هو طبق حلا، أما مكوناته فهي العجين والمكسرات، جوز عادي وجوز هند، بندق وزبيب، سكر وحليب، ومن جديد صاروا يضيفوا له العسل. بيقولوا لك كان في جارية جميلة جدا اسمها شجرة الدر، تجوزها أحد الملوك وصارت ملكة على مصر، ووقتها أنجبت من هذا الملك ولد، بس المصيبة اللي صارت إنه هذا الملك مات. وكانت شجرة الدر ذكية جدا، فلحتى تحافظ على الملك وتورثه لابنها فراحت بكل بساطة شو عملت معلم؟ تزوجت قائد الجيش عز الدين أبيك، بس كان عز الدين متزوج وعنده ولد، فاشترطت عليه انه يطلق مرته. ومرت الايام والسنين، وهون قررت شجرة الدر انه صار لازم ابنها يمسك الحكم، فراحت وقتلت عز الدين أبيك. زوجته الاولى تسكت والله ما بتسكت، وضلت ورا شجرة الدر لحتى قتلتها ورمتها من شرفة القصر. كانت زوجة عز الدين أبيك الاولى عندها ولد اسمه علي، يعني عز الدين أبيك كان اسمه ابو علي. بعد ما قتلتها عزيزي المشاهد قررت ام علي انها تحتفل، فراحت عملت هذا الطبق الجميل وصارت تتوزعه على عامة الناس احتفالا بانتقامها لزوجها، وسميت الاكله ام علي. ايه وبس. لا تنسى تعمل لي متابعة ولايك وتكتب لي بالتعليقات طبق من بلدك جيب لك قصته، وين ما وين. حياكم الله.